يوم البروبوزل أكيد يوم مهم جدا، وعايزة يبقى شكلك كبنت وحماتك هتشوفك لأول مرة أكيد عايزة شكلك يبقى حلو. هتلبسي إيه؟ هاي، أنا ندى your personal stylist. يوم مهم قوي يوم البروبوزل لكل بنت، ويبقى عايزة إنه شكلها يبقى أحلى حاجة، لأن أم العريس هتشوفها وهتبقى موجودة وأول مرة تشوفها كبنوتة. يمكن شافتها قبل كده بس تبقى في حاجات خفيفة، وشافتها وهي كاجوال، ما شافتهاش وهي متوضبة، فبيبقى عايزة شكلها يبان بنوتة حلوة وأنثوي قوي وشكلها حلو. حلو إنه يبقى شكلي أنثوي لطيف، بس كمان مش لازم أبقى متصنعة زيادة. يعني مثلا ما احطش ميك اب زيادة قوي ويبقى شكلي فيك أكنه خارجة بالليل. وأكيد برضو مش هقابلها بالجينز وهي مامة العريس أول مرة تشوفني كده في البيت عندي في وسط أهلي، هقابلها بالجينز وتيشيرت، ولا هقابلها ببنطلون جبردين، ولا مثلا حاجة كتان. طيب هلبس إيه؟ مهم قوي وانا بفكر في الموديل افكر كمان في القماشه. يعني القماشه تكون ساتان مثلا، ممكن يكون لابسه فستان على شيفون، لابسه توب على حاجه اورجانزا، لابسه فستان. على فكره الفستان مش لازم يبقى لون ساده وضيق وفورمال قوي وابقى لابسه هاي هيلز، لا مش مهم، ممكن يبقى اخف من كده بكتير. ساعات كتير بتبقى حلوه الفساتين المشجره بس التشجيره بتاعتها الوان هاديه. نخلي بالنا انه مهم الالوان تكون لايقه على بشرتي. احنا مش حاطين ميك اب كتير، احنا حاطين انه شكلنا يبقى حلو. ما اتجهش الالوان الغامقه، يعني مش هلبس نبيتي، مش هلبس كحلي، مش هلبس على بيجات وكامل وبراون، مش هروح اكيد لاسود ولا حتى ابيض باسود. هنروح للالوان نيوترال، او ممكن يبقى فيه روزات خفيفه، ممكن يكون فيه بيبي بلو، ممكن تكون ابيضات اوف وايت. كمان اراعي قوي الماتيريال بتخلي غنى للحاجه. يعني انا لو لابسه بدله مثلا حتى ساده خالص وحطيت شميز بالاورجانزا شكلها حلو، بتدي اليجنت لوك قوي. كمان يستحسن ان انا البس جيب، وهلبس هاي هيلز حتى لو انا قاعده في البيت. انا برضو عندي ضيوف مهمين في اليوم ده، فانا هبقى لابسه كعب، بس مش هلبس كعب برضو مبقاش عارفه امشي بيه. هلبس كعب معقول لان انا في الاخر برضو انا موجوده في البيت. بما انه هلبس فستان ممكن يكون هاي لو، اللي هو قصير من قدام وطويل من ورا، عشان انا مش لازم البس فستان طويل زياده، ولا هلبس اكيد قصير، علشان مش مستحب قوي ان انا اكون في المناسبة دي لابسة قصير زيادة، شكله مش هيبقى حلو. طيب نرجع تاني للهاي لو اللي قصير من قدام وطويل من ورا، بيليق على اغلب الاجسام. وكمان منساش انه حتى لو انا لابسة صندال ومفتوح عشان احنا في الصيف، لازم البس كولون. ما ينفعش ان انا اكون دموازيل وده يوم اللي هيتقدم لي فيه العريس وابقى انا قاعده ورجليا باينه من غير ما ابقى لابسه كولون. وعايزه اقول لكم ان في كولونات مخصوص للصندال بتبقى مفتوحه من قدام، فتقدري تلبسي الصندال بتاعك مفتوح زي ما انت عايزه. بس دايما اشيك كتير انه نبقى لابسين الكولون بتاعنا. بلاش نبقى لابسين حاجه بروفوكاتيف قوي، او ان هي عريان، او ان هي الخامه شفافه. مش عشان حاجة، حتى لو انتي في الطبيعي بتلبسي شفاف، انا مش عايزاكي تغيري من شكلك يوميها، خليكي على طبيعتك. بس كمان حلو ان اليوم ده تبقي مور elegant ومور feminine اكتر. فبلاش الحاجة الشفافة زيادة، بلاش القصير زيادة، او اني ابقى لابسة مفتوح زيادة. مش معنى كده ان انا هبقى لابسه مقفل، لا، انا ممكن البس كات، ممكن البس نص كم لو انا حابه. لو لبست حاجه بكم يبقى الجيب بتاعتي او الفستان بتاعي هيبقى قصير شويه. لو هتفتحي في حته اقفلي في التانية. يعني مثلا لو هتلبسي كات يفضل ان الفستان يكون طويل شويه، لو هتلبسي الفستان قصير يبقى خليه بنص كم او بكم، بيبقى شكله فيمينين اكتر. في الاخر خليكي على طبيعتك، ما تعمليش حاجة زيادة عن اللزوم انه يبقى شكلك مش طبيعي. بلاش اكستنشن يمنيها في الشعر، اعملي شعرك عادي، حطي ميك اب حلو، وهيبقى اكيد شكلك حلو وهيشوفوكي حلو على طبيعتك.